يلا حكاية جديدة من حكايات العيادة. حكاية النهاردة مع عيانة دخلت واتشرطت، قالت لي قبل ما افتح بقي اهم حاجة عندي حاجة حلوة كل يوم، انا ما اقدرش اعيش من غير الحاجة الحلوة، اي نظام ما فيش فيه حاجة حلوة شكرا. انتوا اتشرطتي عليا؟ تفتكروا انا لو انتوا مكاني المفروض نعمل ايه؟ هل انا ارضخ لشروطها عشان تكمل على الدايت، ولا انا دوري ان هي جايه عندها عادات غذائيه غلط اغيرها لها واستبدلها بالصح؟ انا قلت اسال نفسي سؤال، يا ترى احساسها وعلاقتها بالحاجه الحلوه دي هي حاجه من اتنين، يا اما عاده يا اما ادمان. عاده مترسخه لانها بقالها سنين طويله بتعملها، فبدات تبقى جزء من حياتها ومخها اتسيستم عليها. هنا في مجال للكلام، انا ممكن العاده دي اشتغل عليها بحيث اطلع منها الفيرجن او النسخه الاكثر صحيه. انما لو ادمان، وفي المناسبه في حاجه اسمها ادمان الطعام له اعراض انسحابيه زي ادمان الكوكايين والهيروين بالظبط، هنا مفيش كلام، ما بنفعش افاصل. علاج الادمان ان احنا نتخلص من الحاجه اللي احنا مدمنينها، ودي خطه كبيره جدا وممكن نحكي عليها مره تانية لوحدها. لما دققت ورا الست الكل لقيت ان هي عندها عاده قويه جدا مترسخه عبر سنوات، ان هي كل يوم بعد الغداء لازم تاكل حاجه حلوه. تعالي ما اقولك يا ست الكل هنعمل ايه. انا دوري ان انا اشوف العادات الغلط اللي انت متعوده عليها بقالك سنين اللي ادت للمشاكل الصحيه اللي جابتك عندي، واغيرها بعادات اكثر صحيه تخليكي تبعدي عن المرض وتروحي اتجاه الصحه. لكن ده لازم يتعمل بحكمه، لازم يتعمل بنظام شبهك عشان تقدري تكملي عليه اطول فتره ممكنه. لان عمر ما كان النجاح في الدايت يعتمد على الدايت نفسه، هو يعتمد على قدرتنا على الاستمرار في الدايت. وبالتالي إليك الخطة اللي هنعملها سوا. نمرة 1، الحاجة الحلوة بقت حلال بأمر الطبيب، يعني انت مش بتسرقي ولا بتعملي حاجة من ورايا لما بتكوني بتاخدي حاجة حلوة كل يوم، لأنه إحساس السرقة ده لوحده كفيل إنك يخليكي تاكلي أكتر ما انت محتاجة. إذا بقى في النور، تعالي نتكلم بقى جوه الحاجة الحلوة دي هنفكر فيها إزاي. أول حاجة إحنا هناخدها بعد وجبة كبيرة غنية بالألياف والدهون، ده بيقلل جدا جدا قدرتها على رفع السكر وبالتالي الأنسولين في الجسم. ممكن قبلها ناخد كوباية مية كبيرة وعليها معلقة خل، ممكن بعدها نمشي ولو 10 دقايق جوه البيت، ده بيساهم ان احنا نتخلص من جزء كبير من السكر بسرعة، فبالتالي ما يرفعش مرة واحدة ويعمل حاجة اسمها حلزونة السكر. ممكن ايه كمان؟ ممكن ان احنا ننقي الحاجة الحلوة دي تكون هاي كواليتي وغالية، منها ننبسط بأقل حاجة ومنها نتوجع، ما نفضلش نجيب حاجات رخيصة، الحاجات البسكوتات الرخيصة عشان ناكل كمية كبيرة من غير ما نتوجع. نيجي بقى جوه الحاجة الحلوة دي، عايزين نفكر ازاي ناخد حاجات حلوة وبرضو تكون صحية. عندنا اوبشنات كتيرة قوي، الفاكهة والمكسرات والدارك شوكليت، التلاتة دول مع بعض ممكن يعملوا طبق حلو جامد جدا. الزبادي اليوناني عليه رشة فانيليا وعليه بديل سكر وعليه رشة قرفة وعليه شوية جوز هند وعليه مكسرات، هيبقى حلو جدا وهيدينا الإحساس ده. 1000 وصفة على النت مليانة لريسبيز هيلثي للحاجات الحلوة. أي كيكة معمولة بمكونات دايت صحية وناخد منها شريحة واحدة. حتى لو نفسك في الآيس كريم مرة ناخد آيس كريم، برضو بقى متاح فيرجن من الآيس كريم الصحي. حتى يا ستي لو هتاكلي حاجة حلوة عادية خالص لكن كميتها القليلة لأنها أصبحت غير ممنوعة، لأن احنا كلنا عارفين إن الممنوع مرغوب، هيساعدك في إنك انت خلاص ما عندكيش إحساس الحرمان والسرقة فبتاخديها كل يوم. دي الخطة اللي احنا اعتمدناها مع ست الكل اللي جت واتشرطت مفيش دايت من غير حاجة حلوة، بس اتأكدنا الأول إنها إيه؟ مش حالة إدمان طعام.